السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي لتعليم الحلويات والطرط والجاتوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش. وطبعا الجلاش اسهل الحلويات الشرقيه، وبيبقى ما شاء الله بيبقى طعمه جميل جدا، سواء نوعنا في الحشو كان مكسرات او كريمه او شوكولاته. هيبقى ان شاء الله مقرمش كده من بره. هقولك الاسرار اللي تخليه مقرمش كده من بره وطري وجميل قوي من جوه. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجة هنجيب ربطة جلاش، هنقسمها على 2. هنقسم الربطة على 2. وبعدين هنجيب كل نص وهنقسمه على 3 بالطول. يعني زي ما انتم شايفين اهو، انا كده بالويم جبت، شفت الربطة هتبقى نصها قد ايه، شلت النص حطيتهم جنب بعض، وجبت سكينة بالطول. كل نص هيديني 3، يعني الاجمالي هيديني بالظبط 6 بالطول. بعد ما اقطعهم هبتدي اتني الطرف زي ما بنعمل السمبوسه كده. هنعمل مثلث ونروح قاطعين مثلث ونروح قاطعين. هي هنا مش باينه، انا هبينها لكم اكتر. لما اهي من تحت بنتني الطرف وبعدين بنقطع، وهكذا لغايه ما نخلص الكميه اللي عندنا كلها. بنرصها في صينيه، وطبعا مسخنين الفرن وبندخلها الفرن. وقبل ما ندخلها الفرن طبعا لازم نكون سقينها بسمنه، يا ريت لو سمنه بلدي، بتديها طعم وريحه وقرمشه، وكمان بيبقى مرق معاكي. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يحمر مننا. مش بنفتح عليه الشواية، لا، هو بيحمر مننا من فوق ومن تحت، يبقى هو كده استوى ونطلعه. انا هنا اهو، بس ايه، قبل ما ادخله الفرن احاول اخليها توصل لكله، تغطيهم كلهم. وبعد كده بدخله الفرن، وعلى ما يستوي في الفرن بكون مجهزه الشربات ايه، عباره عن ايه، كوبايتين ميه وكوبايه سكر وعليهم عصره ليمونه وشويه فانيليا. بس انا عايزاه خفيف، مش عايزاه تقيل، يعني يا دوبك 5 دقايق على النار واطفي عليه. اول ما يطلع من الفرن انزل عليه بالشربات على طول وهو سخن. وبرده ممكن نعمل حليب محلى مكثف ونخفف القوام بتاعه ونسقي بيه، ده بيبقى بصراحه احلى من الشربات كمان. هنبتدي بقى نعمل الكريمه. اول حاجه هجيبها كوبايه من ميه ساقعه، عليها نص كوبايه كريم شانتيه وربع كوبايه سكر، وكمان ربع كوبايه باستري كريم تبقى بودر برضو. واضربهم بالمضرب لغايه القوام بتاعهم ما يبقى زي ما انتم شايفين كده جامد معايا. وبجيب كيس الحلواني والقمع اللي انا هشكل بيه، وابتدي احط فيه الكريمه، واستنى على ما الجلاش يهدى معايا، عشان لو عملته وهو سخن الكريمه هتسيح، فلازم يكون الجلاش بارد تماما. اول ما يبرد هبتدي افتحه كده من النص زي ما انتم شايفين، وابتدي اعمل روزيتات على بالقمع اللي انا عاملاه في كل واحده. شايفين ما شاء الله التسويه ومورق وجميل. هنفتحها برضو دي كمان من النص ونبتدي نعمل روزيتات. الكريمه اضافه الباستري للكريمه بيخليها طعمها حلو جدا. والكمية كلها برضو هنحشيها بالكريمة. ممكن كمان تسيبيها سادة وترشي عليها لوتس او ترشي عليها شوكولاتة، هيبقى برضو طعمها جميل. ولو وصلتي معايا لغاية هنا من الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. وبصراحة الجلاش من اسهل الحلويات اللي بتتعمل، ما بتاخدش وقت خالص، يعني هتدخلي المطبخ في نص ساعة هتطلعي لهم بالجمال ده. وكمان الاهم انه مش مكلف خالص. شايفين ما شاء الله مورق ازاي ولونه ذهبي وبيقرمش، وكمان الكريمة طعمها التست بتاعها عالي، وكله على بعضه رائع. جربوه وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. بس وده كان شكله النهائي، يا رب يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.